في بداية الفيلم نتعرف على عائلة صغيرة تبدو سعيدة. مايا الزوجة الحنونة لا تفارق زوجها كلايس وابنهما ماغنوس في ذلك الصباح المشرق، وقبل بدء روتينهم اليومي تولي مايا اهتماماً دقيقاً لكل تفصيل صغير، حتى بقعة على قميص زوجها لا تغيب عن بالها، مما يظهر مدى اهتمامها بمن تحب. بعد أن ترسل ماغنوس إلى المدرسة بحنان، تكمل مايا طريقها إلى المستشفى حيث تعمل. بصفتها طبيبة قلب، تؤدي مايا عملها بتفان كامل. في المستشفى لا تقتصر علاقتها على مرضاها فحسب، بل تحرص أيضاً على التواصل الدائم مع صديقتها المقربة وزميلتها سيغني. تربط الاثنتين علاقة وثيقة، تدعم كل منهما الأخرى وتتبادلان قصصاً عن حياتهما المهنية. تعد دفء هذه الصداقة أحد مصادر قوة مايا في مواجهة أيامها الصعبة. غالباً ما تشعر مايا بالرتابة، عالقة في روتين يومي يشعرها أحياناً بالملل. مع ذلك تتمسك مايا دائماً بمبدأ أن للحياة طرقاً عديدة. كل صباح تخصص وقتاً لرعاية ابنها ماغنوس، وتظهر دائماً إخلاصاً عميقاً لزوجها كلايس. تؤمن مايا أنه على الرغم من أن الروتين قد يكون مملاً، إلا أن السعادة تكمن في اللحظات الصغيرة مع الأحبة. في أحد الأيام تلقت مايا خبر عودة زوجها كلايس من رحلة عمل خارج المدينة، وبحماس كبير ذهبت مايا لاصطحابه. ولكن في طريق العودة إلى المنزل وسط الشوارع الهادئة، طلب كلايس فجأة من مايا التوقف بالقرب من المجمع السكني، وبصوت جاف كشف كلايس عن أمر لم يكن متوقعاً على الإطلاق: إنه يريد الطلاق. صدمت مايا التي ظنت في البداية أنها مزحة عندما ترجل كلايس من السيارة بحزم وبدأ بالابتعاد دون أي تفسير. صمتت مايا حائرة ومذهولة من القرار المصيري الذي عبر عنه زوجها للتو. حاولت اللحاق بكلايس على أمل الحصول على تفسير أو ربما تغيير رأيه، لكن مايا توقفت في السيارة عندما رأت أن سوزانا، وهي امرأة أخرى، قد أقلت كلايس. شعرت مايا وكأن قلبها قد تحطم إلى أشلاء، غير قادرة على تصديق ما رأته للتو. تضاربت مشاعر الحيرة وخيبة الأمل والذهول في داخلها. ماذا حدث للتو؟ كيف يمكن أن ينتهي كل شيء بهذه السرعة؟ ترددت هذه الأسئلة في ذهنها دون أن تجد لها إجابات. عند وصولها إلى المنزل شعرت مايا بالقلق وقلبها مليء بالتساؤلات، لكن عندما فتحت الباب وجدت كلايس ينتظر في غرفة المعيشة مع ماغنوس. ساد صمت متوتر المكان بينما كان كلايس يشرح لابنه بحزم أنه ومايا سينفصلان. حاول كلايس شرح الأمر بطريقة تبدو منطقية، حتى أنه رتب لماغنوس قضاء بعض الوقت معه كل نهاية أسبوع. ماغنوس رغم صدمته وحيرته ظل صامتاً، لم ينطق بكلمة، فقط نظرة حزن ارتسمت على وجهه. عندما سألته أخيراً: لماذا ينفصلان؟ لم يقدم كلايس إجابة مبهمة، مشيراً إلى أن الطلاق أمر يفعله البالغون، ودون مزيد من التوضيح. غادر كلايس المكان سريعاً، تاركاً مايا وماغنوس غارقين في حيرتهما. ورغم حزنها الشديد لم يمنعها خيبة أمل مايا من المضي قدماً. حاولت إظهار قوتها رغم الفراغ الذي يثقل قلبها والذي يصعب ملؤه. حاولت سيغني صديقتها الوفية التي تلازمها دائماً تشجيع مايا على فتح قلبها لرجل آخر مثل سيباستيان زميلهما في العمل الذي يعرفونه أيضاً بأنه رجل صالح، إلا أن مايا أجابت بحزم أنه في حياتها لم تعرف سوى رجل واحد وأحبته: كلايس زوجها، وحتى حبيبها السابق. لم يكن هناك مكان لرجل آخر في قلبها، على الأقل ليس الآن. بعد فترة، وكما تم الاتفاق عليه، كان من المقرر أن يقضي ماغنوس عطلة نهاية الأسبوع مع والده. لم تستطع مايا سوى أن تشاهد بصمت وصول كلايس لاصطحاب ابنه. كان قلب مايا مثخلاً، لكنها أدركت أن هذا جزء من تغيير كبير في حياتهما. رؤية كلايس وهو يأتي بهدوء لاصطحاب ماغنوس ذكرت مايا بمدى تغير حياتهما، وأن بعض الأمور لم تعد تحت سيطرتها. في تلك الليلة شعرت مايا برغبة شديدة في الذهاب إلى المنزل الذي يعيش فيه كلايس مع المرأة الجديدة في حياته. لم تكن متأكدة مما ستجده عند وصولها، لكن فضولها ورغبتها في فهم ما يحدث بالفعل كان يتغلبان عليها. في طريقها إلى هناك تصفحت مايا صور المنزل على الإنترنت، محاولة تخيل كيف ستكون الحياة هناك. كانت مايا تبحث عن كلايس وزوجته الجديدة هناك. كل تفصيل رأته بدا وكأنه يعطيها صورة أوضح لانفصالهما وللعالم الذي أصبح الآن بعيداً عنها وعن ابنها. بعد قليل فوجئت مايا بظهور كلايس. دون أن ينبس ببنت شفة، ناولها ملفاً يحتوي على اتفاقية طلاق كان عليها توقيعها.
التزمت مايا الصمت، تحدق في الملف وكأنها لا تصدق الواقع الذي أمامها. لم تنطق بكلمة. بخطوات ثقيلة أخذت مايا الملف وغادرت المنزل، يملأها حزن عميق. كان الأمر أشبه بعبء ثقيل لا تستطيع التخلص منه، نهاية حتمية، ومع ذلك يصعب عليها تقبلها. واصلت مايا حياتها بدون كلايس، لكن شوقها إليه ظل ثابتاً. في أحد الأيام بينما كانت جالسة مع سيباستيان، اتصلت بها امرأة. اتضح أنها مخبرة استأجرتها مايا للتحقيق في أنشطة كلايس. أخبرتها أن كلايس لم يكن مع سوزانا فقط، بل مع عدة نساء أخريات. عند سماع هذا اتصلت مايا بكلايس على الفور ووبخته بشدة. في تلك الليلة قررت مايا التخلص من حيرتها. ذهبت إلى حانة مع سيغني، وهناك التقت بشاب يدعى أندرياس الذي رحب بها. بعد انتهاء الحفل قررت سيغني العودة إلى منزلها أولاً. بعد ذلك بوقت قصير اقترب رجل من مايا، لكن أندرياس ظهر وطلب منه المغادرة. نشب شجار بسيط بين أندرياس والرجل، لكن أندرياس تمكن في النهاية من اصطحاب مايا إلى سكنه الجامعي. في تلك الليلة نشأت بينهما قصة حب. في صباح اليوم التالي بينما كانت مايا تغادر السكن، علقت شابة تدعى أوليفيا، كانت معجبة بأندرياس أيضاً، عن طريق الخطأ بأن مايا تشبه والدة أندرياس. أحرج هذا التعليق مايا كثيراً، خاصة عندما ضحك أصدقاء أندرياس. للمضي قدماً في إجراءات الطلاق، كان على مايا الإجابة على عدة أسئلة عبر طلب إلكتروني، بما في ذلك أسئلة تتعلق بتقسيم ميراثها وميراث زوجها. بعد ذلك تواصلت مايا مع أندرياس، وقضيا وقتاً ممتعاً معاً في السباحة في النهر. علاوة على ذلك بدأت مايا بدعوة أندرياس إلى منزلها بجرأة. بدا أن سعادتها مع أندرياس قد أعادت الحيوية التي كادت تختفي من وجهها، حتى أنها سمحت لأندرياس بالتقاط صورة لها. أرسل أندرياس الصورة دون علمه إلى هاتف كليس. اكتشف ماغنوس الأمر وأدرك أن والدته لديها الآن حبيب جديد. مع ذلك لم يستطع منع والدته، وترك مايا تستمتع بسعادتها مع أندرياس. بعد فترة جاء كليس لاصطحاب ماغنوس كالمعتاد. أخبر كليس الذي كان يعلم بالفعل بعلاقة مايا مع أندرياس مايا أنه وسوزانا يشتريان منزلاً جديداً ويحتاجان إلى قيمة المنزل الذي كانت مايا تسكنه. نصح كلاس مايا بشراء المنزل بسعر معقول حتى يصبح ملكاً لها. صدمت مايا وسألت عن وعد كلاس بأن المنزل سيمنح لها ولماغنوس، لكن كلاس أكد أنه لم يعد بدفع أقساط رهن منزل زوجته السابقة إلى الأبد، ثم تركها. في تلك الليلة التقت مايا بأندرياس وأخبرته أن لديها ابناً من زواجها من كلاس. صدم أندرياس لسماع هذا الخبر، لكنه حاول تقبله. في اليوم التالي ذهبت مايا إلى محام لاستشارته بشأن مشكلة منزلهما. أوضح المحامي أن كلايس مدين لشريكته وعليه دفع نصف ثمن بيع المنزل، ولأن المحامي أدرك أن مايا لن تحصل على شيء من بيع المنزل، نصحها بالتفاوض على تعويض إذا لم تكن قد وقعت على أوراق الطلاق. عادت مايا إلى المنزل فوجدت أندرياس يلعب ألعاب الفيديو مع ماغنوس. طلبت منه على مضض المغادرة لأنها لم تكن تريده أن يكون موجودا في وجود ماغنوس. حاول أندرياس أن يشرح لها أنه جاد في علاقته مع مايا، لكن عندما رآهما ماغنوس طلبت منه مايا المغادرة فوراً. حاولت مايا أن تشرح لماغنوس أن أندرياس صديقه، لكن ماغنوس أجاب ببساطة أنه لا يمانع في ذلك. ثم ذهبت مايا إلى أندرياس وأصرت على إنهاء علاقتهما. بدأ أندرياس محبطاً للغاية وغادر. في أحد الأيام شعرت مايا بالوحدة لأنها كانت وحيدة في المنزل بدون زوجها وابنها، وقد انفصلت بالفعل عن أندرياس. في تلك الليلة رقصت مايا بحماس في المنزل، ثم ذهبت للبحث عن أندرياس في سكنه الجامعي. بعد قليل ظهر أندرياس وأوليفيا أمامها. حاولت مايا أن تشرح لأندرياس، لكنه بدا غير راغب في خيانة أوليفيا وترك مايا وحدها. ثم وجدت سيغني مايا نائمة أمام منزلها وأخذتها إلى الداخل. في طريق عودتها إلى المنزل كانت مايا غارقة في التفكير في مستقبلها وحياتها. ثم في المنزل صدمت عندما وجدت ماغنوس فاقداً للوعي وملقاً على الأرض. أخذته على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج. بعد عدة أيام من العلاج استعاد ماغنوس وعيه وتعافى، وجاء كلايس أيضاً للاهتمام به كأب. في تلك الليلة وفي حيرة من أمرها اضطرت مايا إلى إلغاء أطروحتها. وفي اليوم التالي دعت مايا كلايس وسوزانا إلى تناول الطعام معاً في منزلها. سأل كلايس مايا إن كانت قد باعت المنزل، لكنها كشفت أنها باعت المنزل ثم اشترته مرة أخرى.
في تلك الليلة قبل أن يعود كلايس إلى منزله دار بينهما حديث محرج. حاول كلايس التظاهر بأنه شخص آخر لم يعد زوج مايا، لكن حنين مايا إليه ظل راسخاً. أخيراً نشأت بينهما قصة حب. بعد فترة تلقت مايا بريداً إلكترونياً يشجعها على مواصلة أطروحتها والحصول على تمويل من أحد المتبرعين لإكمال بحثها. فرح ماغنوس كثيراً بنجاح والدته عندما علم بذلك. في نهاية الفيلم، بينما تحدق مايا في ضوء الشمس المتسلل من نافذتها، بدأت تدرك ما قالته سيغني عن وجود قليل من أشعة الشمس تنير حياتها. قررت مايا الذهاب إلى الحديقة، فوجدت أندرياس يركض متجاوزاً إياها. عندما لاحظ أندرياس جلوس مايا، التفت إليها وسار معاً. ينتهي الفيلم. في الختام، في نهاية هذه الرحلة، نتذكر أن الحياة مليئة بالتغيرات غير المتوقعة والخسائر المؤلمة والقرارات الصعبة التي يجب مواجهتها. ومع ذلك، حتى عندما نشعر بالإحباط، فمن الممكن دائما النهوض وإيجاد بصيص أمل وسط الظلام. تعلمنا الحياة أنه على الرغم من أنها قد تبدو أحيانا كرحلة لا تنتهي، إلا أن هناك دائما فرصة للبدء من جديد وإيجاد سعادة جديدة والاستمرار في النمو من خلال كل تحد يواجهنا. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء قريبا.